السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم في القناة ديالي، مرحبا بالناس الجداد. وبالنسبة للناس اللي مشتركين في القناة، شكرا على التشجيع ديالكم وعلى التعاليق الزوينة ديالكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الفطائر اللي غير بيضة وحده والدقيق تيجيو هشاش ومقرمشين من برا وساهلين. نبداو على بركة الله. المقادير: بالنسبة للمقادير كما تتشوفوا قلال. غادي نحتاج بيضة وحده بحرارة المطبخ، كاس تقريبا وكاس مع مرش ديال الدقيق الابيض. غادي نحتاج شويه ديال الخميره الفوريه وخميره الحلويات وتقريبا معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. اول حاجه غنبدا بالبيضه اللي عندي، ضروري تكون بحراره المطبخ كما معتاده تنقول لكم. تنضيف عليها معلقه كبيره اللي عندي ديال الزيت النباتيه، تقريبا معلقه كبيره، كل على حسب كل معلقه كيفاش عندكم. يعني انا العبار درت تقريبا، عمرت هذاك الكويش شويه صغيور يعني ماشي كبير. ومن بعد غادي نبدا بالتحريك باش ينسجموا هذوك المكونات اللي عندنا بجوج. هنا عندي الماء تقريبا دافي، يعني ما سخونش ما باردش بزاف. تنضيف قياس تقريبا كاس وربع ديال الماء وتنضيفه مع هذوك المكونات. هنا تنضيف الدقيق اللي عندي، هذا كاس وكاس مع مرش ديال الدقيق، يعني تقريبا الكاس الاخر قريب خاصو شويه باش يعمر. وبطبيعه الحال يعني على كل قدر ديال الدقيق راه تزيدي المكونات. هنا عندي عبار ديال تقريبا تبصيل يعني موين ديال هاد الفطائر. هنا من بعد ما ضفت الدقيق ديالي كامل غادي نستمر في التحريك. انتم تشوفوا العجين عندي يعني ما هي قاصحه بزاف ما هي جاريه بزاف، تقريبا قريبه بحال العجينه ديال الكيك. تنستمر بهذا التحريك تندمج يعني هذوك الحبيبات ديال الدقيق ما يبقاوش عندي. هنا غادي نشد تقريبا راس معلقه ديال بيكن باودر، خميره الحلويات. هذه اختياريه، بغيتي تضيفيها وهذاك ما بغيتيش تضيفيها يعني انت واختيار ديالك. هنا ضروري من الخميره الفوريه. وهاد الخطوه انه راه ما تيختمروش هاد الفطائر، ولكن هذه يعني الخميره تتفاعل فاش تبداو طيبوا هاد الفطائر عاد تيبداو يتنفخوا. وتندمج الخميره اللي ضفت، تنحركها مزيان في هاد العجين ديالي، تنحس بها انها دابت الحبيبات ديالها كاملين. يعني تنحرك تقريبا حتى تيبداو يبانوا ليا بحال فقاعات تيطلعوا. تنستمر على التحريك. من بعد تنوجد الزيت ديالي، يعني راه ما تسناوش يخمروا ولا شي حاجه، تنستعد الزيت ديالي تسخن. هنا شديت قرعه عمرتها بهذاك العجين، هذه قريعه صغيره الماء، درت ليها هذا الشكل هذا يعني بموس سخنته ودرت هذيك التقيبه هكا باش تجيني ساهله باش نشكل هذوك الفطائر. هنا بديت ما سخنت الزويده، حطيت الفطائر ديالي تتكبوهم. شتي بهذه الطريقه هما راه تيخرجوش نفس الشكل، يعني كل وحده والشكل ديالها، ولكن تعطيو واحد المنظر زوين فاش تيطيبوا. تنبدا نكبهم بهذه الطريقه هذه وتنخليهم يتحمروا من التحت. تنشوفهم انهم تحمروا من التحت، ديك الساعه غادي نقلبهم للجهه الاخرى باش يكملوا الطياب ديالهم. من الاحسن ما تزحموهمش باش ما يتلاصقوش، يعني تكبوا القياس اللي عاد يطيب لكم في المقله. هنا انا كاسرونه عمرتها بالزيت وطيبت فيها باش يطوفوا في الماء باش يشبعوا هذاك يطيبوا مزيان يدخلهم الطياب. هنا كما تشوفوا كما تحمروا شي المنظر ديالهم شحال زوين، هذاك اللون الذهبي. تنهزهم، تندير بابيه ديال يعني ورق المطبخ باش تسخطر هذيك البقايا ديال الزيت اللي فيهم، وراه تيخرجوا ناشفين ما تيكونش فيهم الزيت لداخل. هنا غادي نكمل العجين اللي باقي عندي بنفس الطريقه، يعني تنحط العبار اللي بغيت انا في الكاسرون وتنخليهم يتحمروا وتنقلب وتنستمر على هذه الطريقه هذه كامله حتى تنسالي العجين ديالي كامل اللي عندي في القرعه. هنا قرعه صغيره كما تتشوفوا راه ما هزاش بزاف على حسب العبار اللي عندي. ممكن انها فاش تخوى ممكن تعمروها تاني بالعجين تكملوا الطريقه ديالكم. هي واحد بالنسبه للقرعه تتسهل عليكم هذيك الهزه ديال العجين، يعني بلا ما تهزي المعلقه ولا المغرف، هذه تتجي ساهله. المهم انا كملت الكميه اللي عندي كامله. من بعد استفتت التبصيل كما تتشوفوا، يعني باقا شويه، يعني باقا سخونه، يعني ما برداتش، باقا سخونه. غادي ما حدا باقا سخونه غادي نشد العسل، اي عسل متوفر عندكم في المنزل، يعني المعسل اللي تتقادو في المنزل ولا عسل حر الا كان من الاحسن، يعني على حسب المتوفر عندكم.
ديري عليها هذاك العسل كلها تقريبا باش يتغلغل لداخل ديالها، حيت انا كما تشوفوا انا ما استعملتش فيها السكر، هذه الحلاوه الوحيده اللي فيها. ولكن واحد المذاق، التجانس ديال المذاقات زوين بزاف، اكيد غادي تعجبكم فاش تجربوها. هنا درت شويه ديال اللوز مهرمش، ممكن ديروا كاوكاو مهرمش، ممكن ديروا الزنجلان على حسب المتوفر عندكم. كما تنقول ديما يعني تندردر عليها وتتعسل هذاك اللوز من فوق منها، وواحد الريحه واحد المذاق زوين بزاف. تنتمنى انها تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها وتعجب وليداتكم وتعجبكم، واكيد غادي تعجبكم. هنا غادي نوريكم كيفاش انها من الداخل تجي هي مقرمله من برا، تحسي بهذاك القوام مقرمل بالزيت، ومن الداخل تجي مفشفشه بحال الشفنج. بالصحه والراحه.